السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ كل سنة وانتم طيبين. لو في حد عنده أي سؤال أو حاجة قبل ما الناس تدخل يتفضل، أو لو حد جديد معانا وحابب يسأل سؤال ولا حاجة يعمل رايز هاند كده ويتفضل يعني. كده مفيش حد عنده حاجة. طيب نبدأ على طول. الصوت والصورة كده واصلين ولا في مشكلة؟ حد يديني أي كونفيرم طيب، ايموشن أو حاجة إن الصوت واصل. تمام أوي. ماشي. النهاردة إن شاء الله بإذن الله في السيشن دي. احنا طبعا بنعتذر عن ان احنا ما كملناش الفترة اللي فاتت، كان لظرف عندي لايف تعبان جدا. فإن شاء الله بإذن الله هنبدأ نكمل. المحاضرات موجودة على القناة في اليوتيوب. لو انت فاتك السيشنز اللي فاتت او حاجة تقدر ان انت تتابعها من على اليوتيوب. طيب السيشن دي ان شاء الله بإذن الله هنبدأ ناخد ايه بالظبط. هبدأ شوية. هنبدأ نتعمق بقى وندخل في الحاجات اللي هي الأساسية اللي موجودة في السي سي اس. هنبدأ نشوف هناخد بس حاجة بسيطة كده فيهم، ده بشكل كبير هتكون اتعرضت لها كتير. هنيجي مثلا نعمل ديف وليكن لحظة واحدة بس عشان أقفل الاكستنشن دي. ماشي، ونعمل جو لايف كده. تمام. هنكتب بس كده جوه الديف ده وليكن كلمة او. نكبر بس هنا الحجم شوية عشان الناس تشوف. طيب لو أنا جيت هنا قلت له الديف ده باك جراوند كولر ريد مثلا. طيب كده اشتغل تمام، مفيش أي مشكلة. حاجة أقول له في عندي خاصية في السي اس اس اسمها البوردر. يعني ايه البوردر؟ خاصية البوردر بتسمح لي ان انا بدي حواف كده او بدي فريم، بنسميه فريم زي اللي انت بتشوفه على الصورة او بتشوفه على حاجة. اقدر ان انا ادي بيه شكل معين للبوكس اللي قدامي او للحاجة اللي قدامي. طيب البوردر ده بيشتغل ازاي، او نبدأ ان احنا نعرف خاصية البوردر ازاي. قال لك البوردر دي ليها اكتر من وضع. ليها اكتر من وضع. بس انا هديلك الستريت على طول فيها، وانت تقدر تبحث في الديتيلز شويه لو انت حابب ان انت تتعمق فيها يعني. في اكتر من خاصيه للبوردر دي. في ان انت تقدر تحدد البوردر ويدث، وفي ان انت تقدر تحدد البوردر ستايل براحتك، وهكذا وانت ماشي. في برضو ان انت تقدر تحدد البوردر color، ان انت تحدد لون البوردر نفسه، تحدد الستايل بتاع البوردر نفسه، تحدد الويدث بتاع البوردر نفسه. طيب في عندك شورت هاند جوبرتي. في عندك الشورت هاند او اللي هو بيسموه شورت كات بمعنى اصح. خاصيه بتختصر الكلام ده كله، الا وهي كلمه بوردر اللي هي الكلمه المشتركه ما بينهم. بتقدر ان انت تعرف بوردر للحاجه دي، تبدا تديله. اول حاجه بتبدا تديله الثيكنس بتاعه، او ان هو الحجم بتاعه اللي هو بنسميه البوردر ويدث. لو احنا مثلا مشيناهم بالترتيب كده، لو جيت قلت له مثلا انا عايز الويدث بتاعه او السمك بتاعه انا عايزه 1 بكسل، وعايز البوردر ستايل بتاعه سوليد دي اللي هو تحس ان الحاجه مصبوبه يعني، او زي ما هتشوفها دلوقتي. والكلر بتاعه وليكن ريد بالمنظر اللي انت شايفه ده. وجينا بصينا هتبص تلاقي البوردر بالمنظر اللي انت شايفه ده. بوردر لونه احمر، السمك بتاعه 1 بكسل، واللون بتاعه والستايل بتاعه سوليد. طيب لو انا جيت
عملت دي كده خافتها وجيت قلت له البوردر ويدث على طول 1 بكسل، هل في حاجه ظهرت قدامك؟ لا. ليه بقى؟ لان انت لازم ان انت تحدد له البوردر ستايل. في عندك داش سوليد، تقدر تختار الشكل اللي يناسبك منهم. تعال نجرب الدوت دي ايا كان هي اللي هتظهر كده. بدأت لازم تحدد الستايل بتاع البوردر نفسه زي ما انت شايف. هل في اشكال تانية؟ او في اشكال تقدر تختار ما بينها وتجرب ما بينها بالمنظر اللي انت شايفه ده. انا شلت دي، في داش، في دي، كل دي اشكال موجودة في البوردر نفسه. تقدر ان انت تجربها بنفسك عادي على حسب الديزاين اللي قدامك، وان انت تقدر تعرف البوردر كولر بتاعك وليكن ريد، هيديك نفس الشكل. هنخلي دي سوليد، هيديك نفس الشكل القديم اللي احنا كنا عاملينه. فبدل ما تكتب دول، لا، انت بتعمل الشورت كات بروبرتي اللي هي تبدا بالويدث، وبتبدا بعد كده بتديله الشكل اللي انت عايزه ده، وليكن مثلا دوت ايا كان او دبل او الحل اللي انت حابه. وبعد كده بتبدا تديله اللون بتاعه فيطلع لك الشكل اللي انت عايزه. ممكن برضه تخلي السمك 3 بكسل عشان يدي لك حجم. لحد اللحظه دي في خاصيه البروبرتي في حد عنده اي اشكاليه فيها او اي استفسار؟ اعتقد انها بروبرتي سهله يعني، احنا بس بناخدها علشان في حاجه معينه في دماغي انا عايز اشرحها، هيبقى ده جزء منها. تمام. طيب واضح انه تمام. ماشي تمام، مفيش مشكله. كده دي بالنسبه لي خاصيه البوردر. في عندي خاصيه تانية آه، او في عندي حاجه تانية موجوده في السي اس اس. تعالى هنشيل دي خالص. في عندي حاجه تانية موجوده في السي اس اس اسمها بوكس سايزنج. يعني ايه البوكس سايزنج وبستفاد منه في ايه؟ او يعني بمعنى اصح ايه الحاجه آه، اللي هو بيوفرها لي؟ قال لك السي اس اس في حاجه اسمها البوكس سايزنج بروبرتي. دي بتكنترول او بتتحكم في ان ازاي السايز بتاع الاليمنت او الحجم بتاع العنصر نفسه بيتحسب. يعني حجم العنصر دلوقتي قدامك ده ديف اللي انت شايفه ده، ده ديف ليه مساحه ايا كانت هي ايه المساحه اللي انت شايفها قدامك. ازاي المساحه دي بتتحسب؟ على اي اساس هو حسب الحجم اللي بيطلع فوق ده؟ طول في العرض في الليل، هو حسبها ازاي؟ ازاي المساحه دي هو حسبها؟ بتتحكم فيها ازاي؟ قال لك عن طريق حاجه اسمها البوكس سايزنج بروبرتي اللي موجوده عندي في في السي اس اس. طيب دي انا بتفيدني بايه او بتحكم بيها بايه؟ قال لك لو انت ما حطيتش البوكس سايزنج بروبرتي باي ديفولت، يعني انت دلوقتي قدامك ديف عادي مفيش في اي حاجه خالص، في بس كلمه، ايه الديفولت بتاعه؟ قال لك الديفولت بتاعه ان انت بيتحسب الويتس والهايت كاملين عادي مفيش اي مشكله خالص. تمام. بدون بتنكلود الكونتنت معاهم او من ضمنهم الكونتنت اللي هي حجم الكلمه او حجم الكلام اللي انت كاتبه في النص. طيب امال ايه الفكره بقى؟ قال لك الفكره ان انا في عندي حاجات تانية بقدر ان انا اضيفها للعنصر ده. تعالى مثلا نديله او نسيب له مثلا البوردر ده كده، او بلاش نسيب له البوردر ده. تعالى نعمل الاتنين ديف بيدونا شكل احنا عايزينه. تعالوا نعمل حركة لطيفة. تعالوا مثلا الديف ده آه ماشي هنسميه مثلا هلو محمد، وهنعمل ديف تاني هنسميه هلو احمد. تمام. وهنديلهم شوية كلاسز. هنسمي ده مثلا كلاس بوكس بوكس اكزامبل، وهنده نديله كلاس بوكس برضه عشان عايزين نشتركوا في حاجة. وده هنسميه مثلا بوردر بوكس اكزامبل. طيب انا ايه اللي انا عايز اعمله؟ اول حاجة همسك مثلا الدوت كونتنت. تعالوا ناخده من هنا.
الاكزامبل ده عايزين نديله مثلا وليكن ويدث معين مثلا 200 بكسل، ونديله بادنج وليكن 20 بكسل، ونديله بوردر مثلا 5 بكسل، سوليد مثلا بلاك، خلينا في البلاك احسن. وهاجي اقول له مثلا باك جراوند كولر لايت بلو، تمام. وهاخد الخواص دي كلها وهاجي على دوت بوردر بوكس اكزامبل، هاجي اديله نفس الخواص دي كده، تشوف هتطبق على، بس نصغر شويه، خليها اعتقد كده مناسبه. نديلهم بس مارجن اللي هو الدوت بوكس ده مارجن 10 بكسل بالظبط، عشان بس يبعدوا عن بعض كده شويه. انا في عندي دلوقتي تو بوكسز، تمام. الناس معايا؟ طيب، في عندي بوكسين عاديين خالص مفيش فيهم اي مشاكل. انا اديت لواحد فيهم اديت للاثنين بادنج، واديتهم مارجن، واديتهم بوردر. طيب يعني ايه بادنج ويعني ايه مارجن ويعني ايه بوردر؟ كنا اخدنا حاجه بس ما استفدناش في تعريفها او في الكلام عنها، اللي هو البوكس موديل. البوكس موديل اللي هو الشكل الطبيعي للعنصر اللي قدامك. الشكل الطبيعي للعنصر اللي قدامك بيتكون من الاتي: اول حاجه من جوه كده وانت طالع لبره بيبقى في عندك الكونتنت، بيبقى في عندك الكونتنت ده اللي هو يعني بص اقل حاجه جوه، اللي هو الكونتنت او الكلام اللي مكتوب جوه البوكس نفسه. بعد كده المساحه اللي بتحيط بالعنصر ده، لا او اللي بتحيط بالكونتنت نفسه، مش بالعنصر ككل، اللي بتحيط بالكونتنت نفسه، الا وهي البادنج. يبقى البادنج هي المساحه اللي بتحيط بالكلام نفسه او بالتكست نفسه بتاع العنصر. او بص كده المساحه اللي حواليه دي اللي هي البادنج اللي انت شايفها دي، لما جيت وقفت عندها كده اهي، اللي هي المساحه اللي فوق دي، اللي هي الخضراء دي كلها، اللي حوالين الكلام نفسه، اللي حوالين ده، المساحه الفاضيه دي كلها اللي جوه دي بنسميها البادنج، تمام. ان هو واخد بادنج يعني. طيب، على حسب طبعا البادنج اللي انت بتديه له هنا بيبدا طبعا الوضع ده يزيد زي ما انت شايف كده. انا بدي له بادنج بكبر المساحه اللي هي الداخليه بتاعته، انا برجعها بادنج بس 20 عشان نخليهم قد بعض. بعد كده بيبقى عندك اللاير الثالث او الليفل الثالث من فوق وانت طالع اللي هو البوردر، يبقى الكونتنت، بعد كده البادنج، بعد كده البوردر اللي هو اخر حاجه بتحيط بالعنصر، بعد كده المارجن. المارجن اللي هو المساحه الخارجيه اللي ما بين العنصر والتاني. يبقى ايه الفرق ما بين البادنج والمارجن؟ عشان في ناس كتير بتتلخبط ما بينهم. البادنج هي المساحه الداخليه للعنصر، اللي هي المساحه اللي ما بين او اللي ما بين الكونتنت نفسه او التكست نفسه وما بين البوردر، دي بنسميها البادنج. اما المارجن هي المساحه اللي ما بين العنصر ككل، يعني بعد البوردر، وما بين العنصر الثاني زميله، دي بنسميها المارجن. بص كده لو انا جيت زودت في البادنج ايه اللي بيحصل؟ هل المساحه ما بين التو بوكسز بتزيد؟ لا، هو المساحه اللي جوه البوكس ده بس هي اللي بتزيد. ليه؟ لاني بزود المساحه الداخليه. لكن لو انا جيت مثلا رجعت دي ورحت مثلا على المارجن اللي هي المساحه الخارجيه، بص اللي هيحصل مسافه ما بين الاثنين بتزيد، لاني بزود المساحه ما بين كل بوكس والتاني. بس 10 كده. لحد اللحظه دي واصلاكوا قصه البوكس موديل؟ في حد عنده اي مشكله فيها؟ طيب، دلوقتي عندي الشكل الطبيعي او بشكل ديفولت البوكس سايزنج بيتحسب باي ديفولت ان هو بيحسب لك البوردر اللي انت عملته ده، مساحه البوردر ده المساحه، واخد مساحه يعني ممكن اخليه مثلا 10 بكسل، خد مساحه اهو. بص زاد عن ده، زاد عن زميله ليه؟ بمقدار الخمسه اللي انا اديتها له زياده هنا في البوكس اللي انا هرجعه خمسه تاني. بيحسب لك مساحه البوردر اللي انت حاطه والبادنج من ضمن المساحه الكليه. يعني انا مثلا مدي له ويدث 200 ومدي ده ويدث 200، ورحت هنا جيت قلت له انا هديك بوردر 20، ايه اللي حصل للمساحه الكليه؟ المساحه الكليه زادت لان حجم البوردر غصب عنه زود المساحه. لو انا جيت عملت انسبكت على ده، بص كده على الحجم النهائي، قال لك 280 زي ما انت شايف في 98 طول. هي 80 دي جت منين؟ طب تعالى كده بص على اللي تحت،
قال لك ده 249. ازاي 68؟ طب اشمعنى ده مساحته زادت عن اللي فوق؟ ليه؟ لان انا زودت حجم البوردر نفسه، فهنا حسب حجم البوردر من ضمن المساحه الكليه. طب علشان نحل المشكله دي ازاي؟ انا عايز ادي لك بوردر، عايز ادي لك ايا كان، خده من المساحه اللي انا مديها لك، ما تضيفش او ما تزودش مساحه تانية زياده ممكن تسبب لي مشاكل في اللي اوت. لا، انا عايزك تحسبهم من ضمن المساحه الكليه او من ضمن ال 200، من ضمن ال 200 بكسل اللي انا مديها لك. قال لك هنا بقى تقدر ان انت تروح على البوكس اللي فوق ده. تخيل كده لو انا جيت، او خلينا على البوكس اللي تحت، وجيت قلت له ده 10 بكسل بالمنظر ده طبعا زاد عن ده. طيب بس جيت قلت له ان البوكس سايزنج بوردر بوكس، ايه اللي حصل؟ حصل هنا حاجه بسيطه خالص، ان هو ما حسبش او حسب البوردر وحسب البادنج وحسب ده كله من ضمن الويدث الكلي. هو ظبطها عملها لك باي ديفولت كده، ادالك الويدث الكلي للحاجه، حسب من ضمنه البوردر وحسب من ضمنه البادنج. ما تبصش لكلمه بوردر بوكس فان هو بيحسب البوردر بس، لا، كلمه بوردر بوكس ده معناه ان هو بيحسب البوردر والبادنج من ضمن المساحه الكليه. بيحسب، بص هنا كده، بص ده كده كام، حاسب لك كام، ده المساحه بتاعته بالظبط ال 200. هو مديك ال 200، بصوا كده فوق في شريط بيظهر هنا كده اهو، هتلاقي المساحه 200 200 بالظبط، ما زادتش عن حاجه، مع ان انا مديله بادنج كبير. طب يعني لو انا اديته، بص هو فضل بيزود لك في الارتفاع لكن الويت او المساحه نفسها ما زادتش. هو مهما تديني بادنج عادي، بس انا هفضل محتفظ بالمساحه بتاعته، ما عنديش اي مشكله خالص. لكن عكس اللي فوق، لو انا جيت اديته او زودت له مثلا البادنج، المساحه الكليه نفسها بتبدا تزيد، بص بيبدا يزيد من هنا. هو كمان لو انا جيت قلت له بوكس سايزنج بوردر بوكس، اوتوماتيك برضو اتحسبت من ضمن المساحه اللي هي ال 200. نسبكت كده على ده هتلاقيه واخد مساحه 200 بالظبط. فهنا انا قدرت ان انا اتحكم في المساحه او اخليهم قد بعض بغض النظر عن حجم البادنج اللي انا مديهوله او حجم البوردر اللي انا مديهوله، عن طريق الخاصيه اللي اسمها بوكس سايزنج بوردر بوكس. دي بتبقى حاجه تريكي شويه بنستخدمها في الريسبونسيف لي اوتس، اللي هو لما بنيجي مثلا نشتغل على احجام الشاشات. احيانا لما باجي ادي حاجه حجم او بادنج او بوردر او ايا كان زياده، بتفرق عن زميلتها بالمنظر ده، فيسبب لي مشاكل في الريسبونسيف في الشاشات الصغيره او حاجه، تخرج عن الاطار اللي انت مديهولها او عن اللي اوت اللي انت مديهولها. فعشان كده بيجيب لك خاصيه البوكس سايزنج دي، ان انت تقدر تتحكم في المساحه الكليه بتاعه البوكس ككل. لحد اللحظه دي في حد عنده اي اشكاليه في اللي انا قلته؟ حد عنده اي استفسار في اللي احنا قلناه؟ طيب ماشي، ده كده كلام عظيم. كده احنا بالنسبه لي مش ده او ده يعني اكتر حاجه انا محتاج ان انا اقولها في خاصيه خاصيه البوكس سايز. في عندنا حاجة تانية في البوردر، بمناسبة البوردر يعني. اللحظة دي مش محتاجها. هشيل ده برضو. خلي الكلاس اللي اسمه بوكس ده، حاجة أقول له بوكس بوردر بوردر راديوس، وليكن مثلا 10 بكسل. طيب كلمة بوردر احنا خدناها ان احنا بنقدر البوردر ده كأني بدي بوردر يعني للعنصر او للاليمنت اللي قدامي، بشكل ان انا بديله اطار يعني. طب ايه بقى معنى كلمه ريديوس؟ لو جيت انا مش هتلاقي اي حاجه ظهرت معاك. طيب يبقى خاصيه البوردر ريديوس بتشتغل امتى؟ بتشتغل لما انت يكون عندك بوردر في الاساس تقدر تطبق عليه خاصيه البوردر ريديوس. طب هو يعني ايه خاصيه الريديوس اصلا؟ خاصيه الريديوس او خاصيه بنسميها الانحناء، ان انت بتخلي شكل البوردر نفسه يبقى كيرفد شويه، يبقى منحني شويه، الاطارات او الاطارات بتاعته بتبقى كيرفد شويه. طب تعالى نعرف بوردر كده عشان نشوفها. لو جيت قلت له بوردر 1 بكسل سوليد بلاك، بص كده، بص البوردر بقى عامل ازاي. البوردر بقى منحني، منحني من الاتجاهات دي. البوردر بقى منحني من الاتجاهات ده.
عارفها منين او جابها منين؟ جابها من البوردر ريديوس اللي انت مديها له. بيغير بيغير الاحجام او بيغير الشكل نفسه بتاع الحواف بتاعه البوكس او بتاعه البوردر بتاعك. وكل طبعا ما تزود كل ما هتلاقيها بتزيد معاك، بس بتوصل لحجم معين وخلاص مش هتقدر ان انت تعملها. وليها تركايه دلوقتي عشان نخليها شكل دايره هقوله لك يعني. بس خلينا في البوردر ريديوس. خلاص هو على حسب الكونتنت اللي جواه، هو مش قادر يسكيل او ينزل اكتر من كده. انا جواه كونتنت مش قادر، ما عنديش مساحه ان انا انزل فيها خالص او ان انا الف على الكلمه دي. طيب آه المساحه دي او البوردر ريديوس دي بتتحسب ازاي؟ قال لك انت في عندك اربع اتجاهات. في عندك ده الاتجاه الليفت، ده الاتجاه الرايت. الليفت ده فيه التوب وفيه البوتوم، والرايت ده فيه التوب وفيه البوتوم. يبقى لو جينا نسميهم بالمنظر ده، حاجه اقول لك ده ايه مثلا؟ ليفت توب، ليفت بوتوم، رايت توب، رايت بوتوم. معنى كده ان انا اقدر اتحكم في اتجاه كل واحد فيهم؟ قال لك اه. لو انت جيت قلت له بوردر راديوس مثلا يعني توب، ممكن ناخد ايه؟ التوب او البوتوم رايت، بوتوم رايت 10 بكسل بوردر. ثانية، ايه اللي انا عملته ده؟ انا كده هنا شيل دي، بوردر توب ليفت راديوس، ايوه صح كده. مثلا 10 بكسل. شايف دي اللي هي الجزء اللي فوق؟ كبر لكم شوية بس هو اخر الزوم كده للاسف عندي. شايفين الشكل اللي فوق ده؟ تعالوا نغير اللون بتاع البوردر نفسه، خلي كده يظهر معاك. شايفين هنا الانحناء اللي حصل في الاتجاه التوب ليفت، توب فوق ليفت ناحيه الشمال. طب لو انا عايزه مثلا يبقى كمان ناحيه اليمين هنا مثلا، هاجي اقول له بوردر مثلا بوتن رايت ريديوس 10 بكسل ناحيه اليمين تحت. شايفين الشكل اللي قدامكم ده؟ حرفيا انت تقدر تعمل اي حاجه في البوكس اللي قدامك وتدي له اشكال كتير، زي اللي انت بتشوفها كده، او الحاجات اللي بتبقى كيرفت شويه. في بعض المواقع بتبقى معظمها معمول بالبوردر ريديوس، بس طبعا مع شويه تريكات او حاجات تانية ادفانسد شويه. بس الاساس نفسها او الكونسيبت القائم على الحاجه دي تبقى هي البوردر ريديوس طبعا. آه، المفروض ان انت تكمل او تبقى عرفت خلاص القيمتين اللي فاضلين دول بيعبروا عن ايه. بيعبروا عن التوب رايت راديوس، والتوب اسف والبوتن ليفت راديوس. دول القيمتين الفاضلين. طيب انا اقدر استغنى عن دول عن طريق ايه؟ عن طريق الخاصيه اللي انا قلتها لك او الشورت هاند اللي هي بوردر راديوس نفسها. لو انا جيت مثلا قلت له 10 بكسل، 10 بكسل على كده بص، او مثلا مثلا 2 بكسل. بص كده، اداك الشكل اللي انت كنت شايفه من شويه. اداك الشكل اللي انت كنت شايفه من شويه. يبقى انت المفروض كده بدات تستشف كل قيمه من دول بتعبر عن ايه. لو انا عملت قيمه واحده، لما اجي اقول له مثلا 10 بكسل بس بدون ما اذكر اي حاجه تانية، ده معناه ان انا بقول له كل الحواف اللي قدامك اديها 10 بكسل. لكن لما اجي اقول له او ادي له مثلا قيمتين، مثلا حاجه زي كده 2 بكسل، يبقى القيمتين اللي هي ال 10 بكسل اللي موجودين قدامك دول بياخدوا اللي هي التوب ليفت والبوتن رايت، اللي هم الاثنين اللي قصاد بعض او المقابلين لبعض. طبعا القيمتين او القيمه الثانيه دي المفروض تبقى انت عرفت هي بتاخد ايه. بتاخد اللي فوق من ناحيه اليمين واللي تحت من ناحيه الشمال، اللي هم الاثنين قصاد بعض. يعني لو جيت مثلا خليت دي 4 كمان، هتلاقي دول بدأوا يزيدوا معاك، دي ودي. ده لو انا عايز قيمتين. تمام؟ يبقى لو قيمه واحده اقدر اتحكم في اتنين، لو كده او لو قيمتين زي ما انت شايف كده تقدر تتحكم برضو في الاربع اتجاهات بالشكل اللي انت عايزه بالشورت هاند اللي اسمها البوردر ريديوس. انت بتشتغل لما يكون عندي بوردر. لو انا مش عندي بوردر هو هيبقى مش اكتيفيتد. ليه؟ لان انا ما فيش عندي بوردر اقدر ان انا اطبق عليه الخاصيه دي لحد اللحظه. في حد مسقط اي حاجه او واقع منه اي حاجه؟
كلام عظيم. ماشي، ننتقل على خاصية تانية. دي من ضمن الخاصيات أو البروبرتيز المهمة جدا اللي موجودة في السي اس اس، ومحتاجكم إن انتوا يعني تركزوا معايا فيها شويتين تلاتة. في عندي خاصية اسمها البوزيشن. في عندي خاصية اسمها البوزيشن. يعني ايه البوزيشن؟ البوزيشن اللي هو موقع العنصر بتاعي اللي موجود في الدوكيمنت او اللي موجود قدامي في ال HTML دوكيمنت اللي انت شايفه ده. موقع العنصر بتاعي ايه في الصفحة اللي قدامك دي. طيب، في عندك اكتر من خاصية لخاصية البوزيشن تقدر تتحكم فيها في موقع العنصر ده في الصفحة بتاعتك او في الموقع بتاعك. في عندك، تعالى كده نكتبهم. واحد، في عندك static دي اللي هي الديفولت او القيمه الديفولت. يعني ايه القيمه الديفولت؟ القيمه الديفولت يعني لو انا ما كتبتهاش هو البراوزر اوتوماتيك بيحطها بشكل اوتوماتيك. يعني قصدك ايه؟ قصدك ان العنصر اللي قدامي ده او الديف اللي قدامي ده باي ديفولت البوزيشن بتاعه ستاتيك. يعني ايه ستاتيك؟ ستاتيك يعني على حسب ما انت حاطه في الفلو نفسه. انت حاطه فين؟ على حسب ما انت حاطه في الموقع. البراوزر بيتعامل معاه على حسب ما انت حاطه. يعني انا مثلا حاطط هنا سبان فيها كلمه تيست، انت حطيتها بايدك هنا، فالبراوزر بيتعامل معاها على هذا الاساس، بيتحكم في الفلو على حسب ما انت حاطط. لو انا جيت غيرت البوزيشن بتاعها وخليته فوق، ما عنديش مشكله خالص، احطه لك فوق. هي ستاتيك. على ستاتيك حضرتك انت بتحطها على حسب انت ما انت بتعرفها، هي بتبقى ستاتيك عندي او موجوده عندي على حسب الفلو اللي حضرتك معرفها. حضرتك معرفها فوق، معرفها تحت، جايبها في النص، جايبها في الاخر، انت بتتحكم في الفلو باي ديفولت على حسب البوزيشن بتاعك. تمام؟ طيب، دي طبعا باي ديفولت. في عندنا بعض الخواص التانية، وهبدأ ان انا اقول لك بتعمل ايه. في عندنا خاصية اسمها الريلاتيف. يعني ايه الريلاتيف وتفرق في ايه عن الستاتيك؟ لان في ناس كتير بتتلخبط ما بينهم. دلوقتي لو انا جيت عندك قلت لك ان البوكس ده اللي فوق البوزيشن بتاعه ستاتيك، وجيت على الاسبان هنا قلت البوزيشن ريلاتيف، طب ايه اللي حصل؟ ما هو مفيش حاجه اتغيرت. انا مديلها بوزيشن وده مش واخد بوزيشن، والديفولت بتاعه ستاتيك وده البوزيشن بتاعه ريلاتيف، بس الاثنين ما حصلش فيهم اي حاجه. طب ايه وجه الاختلاف ما بينهم؟ كلمه ريلاتيف يعني منتسب لحاجه، ليه علاقه بحاجه. طب ريلاتيف بالنسبه لمين او ليه علاقه بالنسبه لمين؟ قال لك انا ريلاتيف او ليه علاقه بالنسبه لنفسي. انا ماليش دعوه بالفلو، او ماليش دعوه بالفلو اللي انت حاططني. لما تيجي تعرفني وتقول لي ان البوزيشن بتاعي ريلاتيف، ده معناه ان انا مهيأ ان انا اخد او اتحرك بالنسبه لنفسي او على حسب الموقع بتاعي. بمعنى لو انت جيت قلت لي او جيت تحركني قلت لي والله مثلا ليفت 10 بكسل، ايه اللي حصل؟ بصوا كده، اتحرك من ناحيه الشمال 10 بكسل. ليه؟ اشمعنى من ناحيه الشمال قصاده؟ ما جابش من ناحيه الشمال من فوق مثلا؟ ما خدش بقيه العناصر؟ ما خدش بقيه عناصر الفلو معالي؟ ماليش دعوه، انا ريلاتيف يعني انا بتحرك من موقعي هذا بالنسبه لنفسي من مكاني ده، ماليش دعوه باي حاجه تانية في الموقع. يعني انت حركتني من ناحيه الشمال بمقدار 10 بكسل، طب حركني كده عادي. طب حركني كده من فوق توب 20 بكسل، عادي، انا ما عنديش اي مشكله خالص. انا هبدا اتحرك اهو، هبدا اتحرك من فوق بالنسبه لنفسي، انا ماليش دعوه بحاجه. انت بتحركني انا دلوقتي ريلاتيف. طب ايه اللي يحصل لو انا شلت الريلاتيف او البوزيشن ريلاتيف؟ دول هيتلغوا اوتوماتيك، لان دلوقتي انا بقيت ستاتيك. انا دلوقتي ستاتيك. بص كده، قال لك try setting position to something other than static. قال لك جرب ان انت تحط البوزيشن بتاعك اي حاجه غير ستاتيك. قال لك هو عرف منين ان ده ستاتيك؟ لان لما شلت كلمه بوزيشن هو باي ديفولت بقى ستاتيك، والليفت والتوب والاتجاهات اللي انت عايز تحركني بيها ما بتشتغلش مع الستاتيك، لان الستاتيك ده هو على حسب الفلو اللي انت معرفني بيه هنا، انا ماليش دعوه باي حاجه ثانيه. لكن لما بتقول لي ان انا ريلاتيف ده ان انا نسبه لنفسي، اقدر اتحرك ساعتها بالنسبه لنفسي، ما بقتش ستاتيك. لحد اللحظه دي في حد مسقط اي حاجه؟ الفرق ما بين الاثنين واضح؟ علشان في ناس كتير بتبدا تعرفهم ما بتبقاش عارفه هي الحاجات دي بتشتغل مع ده ليه وما بتشتغلش مع ده ليه. طيب،
ده كلام عظيم. ماشي كده بقى، ده الفرق ما بين الاستاتيك وما بين الريلاتيف. الريلاتيف ده راجل بيتحرك مع نفسه في الاتجاهات الاربعه اللي حضرتك عارفها، فوق تحت يمين شمال. مفيش اي حاجه جديده احنا نقدر نعملها. انا مثلا جيت مثلا سبت التوب وقلت له والله يتحرك من ناحيه باتن بمقدار مثلا 20 بكسل، هو هيتحرك، هيخش فوق زميله، يخش فوق زميله. طب ازاي نخليه تحت زميله او فوق زميله او الكلام ده؟ ده هيبقى بالزد اندكس بس مش دلوقتي. انا عايزك بس تشرب مفهوم البوزيشن، وبعد كده نبدا نشرح بقى الستاك واللايرز والكلام ده كله. ماشي. عادي يطلع بره الفلو، عادي يطلع بره الفلو خالص، بره الدوكيمنت خالص، يطلع فوق خالص وينزل معاه خالص ويخش يمين ويخش شمال اللي نفسك فيه. يعني انا جيت مثلا لفت كده، وهل ليه قيمه بالسالب؟ ليه قيمه، بيمشي معاك في اي اتجاه. بالسالب بيخش جوه خلاص. هتلاحظ ان في حاجات احيانا كده بيبقى في بعض المواقع ناس كتير شايفها لما بتيجي تعمل هافر على حاجه، يعني مثلا تروح واقف او دايس على زرار هنا، يروح في منيو كده ظاهره لك من ناحيه، تبقى في ناحيه الشمال مخفيه، تروح ظاهره لك مثلا ناحيه اليمين، او تتسحب كده سحب كده. هو ده شغال بالبوزيشن عادي، بيبقى مديها بوزيشن معين، وبعد كده لما انت تهافر عليها مثلا يروح مغير البوزيشن بتاعه ويروح محركه مثلا، ويروح جايبه لك كده، فتروح ظاهره معاك بشكل انيميشن لطيف. ده مثال على الحاجات اللي انت ممكن تعملها بالبوزيشن. طيب هل في عندنا انواع تانية في البوزيشن؟ قال لك في عندي بوزيشن تاني برضو بيلخبط الناس، وللاسف انا شفت ناس كتير فيكم من قبل ما نشرح حته البوزيشن اصلا في بعض التاسكس اللي فاتت مستخدمه البوزيشن. ما تستخدمش البوزيشن ان هو يسهل عليك ان انت تتحكم في شكل العنصر، لا، ما ده ممكن يضرب معاك الدنيا. ليه؟ انا دلوقتي مخلي البوزيشن ده بتاعه زي ما انت شايف. بص كده لما اجي اصغر مثلا حجم الشاشه، بص ايه اللي حصل. هتحس ان الحاجات هتبدا تدخل في بعض، فالبوزيشن مش الحل الامثل، وبالذات البوزيشن ابسوليوت. البوزيشن ابسوليوت دي من اسوأ الحاجات اللي انت ممكن تستعملها. حاول تقلل قدر الامكان او تبقى عارف بالظبط امتى تستخدم البوزيشن ابسوليوت، امتى تستخدم بوزيشن ابسوليوت. اليوز كيسز بتاعتها مش منتشره كتير. الدروب داون منيوز، يعني مثلا لو انا جيت مثلا دروب داون منيو سي اس اس، حاجه زي كده، بس مثال على الدروب داون منيوز اللي انت بتشوفها دي. شايف الشكل اللي انت شايفه ده؟ دي منيو عاديه اهي، ظهرت اول ما عملت هافر، ظهر قدامي لينك 2 3 4. طب هو البوكس ده والكلام اللي جواه كان مختفي، موجود فين؟ او ازاي انا حطيته تحت المنيو دي بالظبط؟ عادي انا ممكن احطه في البوزيشن، مفيش اي مشكله خالص. تعالى كده نشوف خاصيه خلاص. تقريبا مش على ده، طب تعالى على ده. ظهر بالمنظر ده. طيب بص كده، ده ديف كامل اسمه دروب داون كونتنت، ديف كامل موجود عندي في الصفحه. طب انا احركه ازاي؟ بص كده هو مديله ايه هنا. انا والله العظيم ما شفتها، بس هو انا باكسبكت او بتوقع ايه ازاي هو قدر ياخد البوكس ده كله ويحطه تحت البوكس الاخضر. يعني البوكس اللي فيه الكلام ده هو خده ازاي، حركه كده، شاله وحطه تحت البوكس. هو حركه بالبوزيشن ابسوليوت عادي، مفيش فيه اي مشكله خالص. بص انا شلت البوزيشن ابسوليوت، تعالى بس كده دروب داون كونتنت، تحس ان الدنيا في حاجه ضربت هنا. بس انا اوفر فلو زد اندكس بوزيشن ابسوليوت بالديف ده. طب فين الديف اللي شايلهم؟ طيب ديف 2 3 هو دروب داون كونتنت ده. المفروض ان انا بشيل كده البوزيشن ابسوليوت، الدنيا بتضرب معاه لان ده خلاص خد حيز، او ده بقى موجود. خاصيه الزد اندكس دي انا هشرحها لكم بس مش دلوقتي عشان ما لخبطكمش، لان فيها كلام عن الستاك بشكل عام او اللايرز اللي موجوده في الدوكيمنت عندك. بس عايز تعرف ان لما شلت البوزيشن ابسوليوت هو خلاص اخد البوكس ده، اخد الحيز بتاعه. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين ان ده يظهر كلاير زياده، او يظهر فوق الكلام اللي موجود تحته. عايز لما اعمل عليها هافر يظهر. على بس نشيل الهافر بتاعها، فين الهافر اهو. انا بس عايز لما اعمل هافر كده هو يظهر فوق الكلام اللي موجود هنا، لانها منيو دروب داون منيو ملهاش علاقه. فانا بتحكم فيها ان انا بجيبها هنا بالبوزيشن ابسوليوت. طب هو البوزيشن ابسوليوت دي بتشتغل ازاي، او ايه الفرق ما بينها
وما بين البوزيشن ريلاتيف. ما انا لو جيت مثلا قلت للتست دي وليكن بوزيشن ابسوليوت، برضه هي نفس الكلام، وجيت مثلا قلت توب 10 بكسل، ايه اللي حصل هنا؟ لما قلت توب، او لما كنت مديها توب 10 بكسل وهي واخده بوزيشن ريلاتيف، اتحركت بالنسبه لنفسها او من مكانها الاصلي ناحيه، او بعدت عن التوب بمقدار 10 بكسل. لكن لما كنت مخليها ابسوليوت، ايه اللي حصل؟ اشمعنى جت فوق العنصر الثاني، او اشمعنى لحمت في العنصر الثاني؟ كلمه ابسوليوت دي معناها مطلق. يعني ايه مطلق؟ مطلق يعني تقدر تحركه بقدر ما تشاء، بس هو الريلاتيف بتاعه او ليه علاقه بمين؟ ليه علاقه باقرب اب ريلاتيف فوقه. طيب هي الاسبان هنا ليها اي اب ريلاتيف فوقها؟ لا، ليها البادي، فبتتحرك بالنسبه للبادي. يبقى لما انا جيت قلت له توب 10 بكسل، هو بعد عن التوب بتاع المتصفح بتاع البادي ككل بمقدار 10 بكسل، فجه هنا. لو جيت قلت له 20، انا 20 دي بص كده، 20 دي من فوق، من اول فوق، مش من اول العنصر نفسه بالنسبه للي فوق. لا بص كده، لو انا جيت قلت له 20 بكسل، بس انت هتبقى ريلاتيف، ريلاتيف يعني بالنسبه لنفسك، بالنسبه لنفسك فتتحرك من هنا. بص كده، بص اتحرك من موقعه الاصلي اهي، المساحه اللي اتحرك من المساحه الزرقاء لحد تحت. ليه؟ لانه ريلاتيف لنفسه، ده كان موقعه الاصلي، فانا قلت له انت ريلاتيف لنفسك، اتحرك بالنسبه لنفسك بمقدار 10 بكسل. لكن لما جيت قلت له لا، ده انت ابسوليوت، ابسوليوت يعني انت بتتحرك بناء على اقرب اب ريلاتيف ليك. طب هل انت ليك اي اب ريلاتيف؟ لا، انا فوقي بس البادي، ماليش اي حاجه ثانيه، فانا اتحركت بالنسبه للبادي. طب تعالوا كده نديله اب فوقه، ويبقى ليه مثلا ديف، نحطهم جوه بعض كده، ونقول للديف ده والله انت هتاخد ستايل البوزيشن بتاعك ريلاتيف، تمام. وتعالوا نديله مثلا بوردر 1 بيكسل سوليد شباك، او سوليد مثلا ريد، width 200 بكسل، خلي 100 احسن بالمنظر ده كده، تمام بالنسبه لي. وهاجي اقول له مارجن توب، هبعد عن فوق بمقدار مثلا 20 بكسل، البوكس ككله على بعضه. ده البوكس بتاعي، تمام. طيب تعال نجرب على البوكس ده شويه حاجات. لو انا جيت قلت للبوكس ده ماشي، انت دلوقتي البوزيشن بتاعه ريلاتيف، ريلاتيف يعني هو اتحرك او هيتحرك بالنسبه لنفسه بمقدار 10 بكسل. لو جيت قلت له والله توب 10 بكسل، بص هتلاحظ ان هو اتحرك من فوق هنا بمقدار 10 بكسل بس، مفيش اي حاجه ثانيه. طب ازود، هيزود او هيقل بالنسبه لنفسه. بص كده لما اجي للصفر، ادي الصفر اللي هو كان موقعه الاساسي. طب لو جيت قلت له خد برضو ال 10 بكسل زي ما انت، بس بدل البوزيشن بدل البوزيشن ريلاتيف، لا، انا هسيبه زي ما هو، وهروح على الاسبان اللي جواه، وهقول له ان البوزيشن بتاعك ابسوليوت. بص كده ايه اللي حصل؟ خرجت من الاطار بتاعها، خرجت من الاطار بتاع، لسه لا حددت لا توب ولا هايت ولا ويدث ولا ايا كان، بس جيت قلت له مثلا توب زيرو. توب زيرو دي معناها ان انت زيرو، او زيرو بالنسبه للاب بتاعك. فبص خلى شكل البوردر عامل ازاي. ده بالنسبه للناس، او انا اللي انا بوريه لك ده علشان تعرف ان البوزيشن ابسوليوت ممكن تسبب لك مشاكل كبير جدا في المحتوى بتاعك، او تديك unexpected behavior، تديك سلوك غير معروف ان انت. فما لاقيش يعني، انا تقريبا قابلت بتاع 4 او 5 تاسكات حرفيا الناس يعني، في واحد ماسك تقريبا 4 او 5 عناصر بوزيشن ابسوليوت، بوزيشن ابسوليوت. ليه؟ علشان اتحكم فيه يا عم، عشان لما اجي اقول له 10 بكسل مثلا يتحرك من فوق، عشان لما اجي اقول له مثلا ليفت 10 بكسل يتحرك بالمنظر ده. لا، انا مش دي الطريقه الصح اللي انت تحركه بيها. حركه بس جوه فلو، علشان ما يديش الحاجه تضرب منك. تخيل لو انا جيت مثلا قلت لك بالمنظر ده، وحركته بالمنظر ده جوه بالمنظر ده عندي، بص كده، تبدا ان انت تكبر، تحس الدنيا ضربت معاك، هتحس ان كل حاجه بدات تدخل في بعض. لما يكون عندك لي اوت كبير زي ده مثلا كده، وتيجي ان انت تحاول تصغر، بص كده، بص الشكل اللي قدامك، مفيش حاجه ضربت. ليه؟ لانه معتمد ان كل حاجه عنده هو حاططها بشكل معين ومظبطها بطريقه معينه. حتى لما استخدم البوزيشن ابسوليوت،
هو استخدمها في كيس معينه، في حاله معينه، لكن مش مرتب كل العناصر دي وجايب اليمين وجايب الشمال بالبوزيشن عشان انت تحطهم بالبوزيشن. فالبوزيشن ابسوليوت عندك هتديك unexpected behavior تماما. تمام يا شباب. اليوز كيسز الاشهر جدا بالنسبه للبوزيشن ابسوليوت، علشان لو انت بتسال، هي دروب داون منيوز. دروب داون منيوز والسايد بارز. الدروب داون منيوز والسايد بارز اللي هو مثلا، او السيتنجز بتاعت الموقع بتبقى مثلا سايد بار مختفي هنا ناحيه الشمال كده، ولما اجي اعمل مثلا هافر عليه او اروح ناحيه الشمال يروح ظاهر لي بالمنظر ده. ده ممكن نستخدم فيها البوزيشن ابسوليوت او الدروب داون منيوز زي ما انت شايف في الموقع ده. حاول تقلل قدر الامكان من البوزيشن ابسوليوت. الكلام ده واضح يا شباب ولا في اي مشاكل بالنسبه لكم؟ طيب الجزء اللي عليه دور او الخاصيه اللي بعد كده، طبعا ذكرنا القيم دي، البوزيشن اللي هي ستاتيك وريلاتيف، وقلنا 3 ابسوليوت كويك فيكس. خلينا كده ماشي. حلو قوي السبيل تشيكر ده. رقم 4 في عندي فيكسد. يعني ايه فيكسد؟ في عندي ماشي، في عندي بوزيشن كمان اسمه فيكسد. هاجي بس اشيل دول. لو انا جيت قلت كليك يمين انسبكت وهنا، وجيت قلت بوزيشن فيكسد. يعني ايه فيكسد؟ فيكسد يعني بيفضل مكانه بغض النظر عن حضرتك بتعمل ايه بالظبط في الصفحه. انا ماليش دعوه باي حاجه، انا فيكسد، انا ثابت مكاني بغض النظر عن اللي انت بتعمله. طب هو فرق ايه عن الاستاتيك؟ طب ما هو الاستاتيك ثابت مكانه. يعني انت جيت قلت لي مثلا بوزيشن استاتيك، تخيل لو انا جيت قلت للبادي الهايت بتاعك 1000 بكسل وجيت عملت سكرول، ايه اللي هيحصل؟ هو ده ستاتيك ماشي مع الفلو، ملوش اي دعوه. انت بتعمل سكرول، حاجات بتطلع لفوق بتنزل على باقي الموقع، مفيش اي مشكله خالص زي ده اهو. الكونتنت بيطلع لفوق مفيش اي مشكله. ملاحظ السايد بار ايه اللي بيحصل فيه؟ انا بعمل سكرول بعيد عنه، ملاحظ ايه اللي بيحصل في السايد بار؟ السايد بار ما بيتحركش لما بروح عليه واعمل له سكرول. لكن غير كده اي سكرول انا بعمله هنا هو الراجل ثابت ملوش دعوه بحاجه، فيكسد. فهنا يجي دور الفيكسد. انا هنا بوزيشن ابسوليوت، بوزيشن ستاتيك، انا ما عنديش اي مشكله خالص. لكن لو جيت انا، انت قلت لي بدل البوزيشن ستاتيك دي بوزيشن فيكسد، بص كده اول ما اعمل سكرول هو ثابت مكانه. بص كده العنصر اللي فوق اتحرك طلع لفوق عادي، وده ثابت حتى لو نزلت لاخر الصفحه هو ثابت مكانه ملوش دعوه بحاجه. اطلع انزل ايا كانت العناصر اللي فوق اللي تحته والراجل ثابت فيكسد ملوش اي دعوه بحاجه. الفرق ما بين الاثنين دول واضح شويه؟ الفرق ما بين الاستاتيك والفيكسد، والفرق ما بين الاستاتيك والريلاتيف، علشان بس ما تتلخبطش فيهم. تمام. طيب ممكن يبان ان الموضوع اوفرلود على دماغك شويه، انا عارف لو الحاجه دي اول مره تعرض عليك، بس حاولوا بقدر الامكان تتدربوا عليها مره واثنين وثلاثه مع التاسكس اللي احنا هنديها ان شاء الله. طيب ده بالنسبه للبوزيشن فيكسد. انا عارف ان هي بعض الخواص ممكن ان هي تلخبط عن بعض، بس يعني ايه، حاول بقدر الامكان تستوعب الفكره العامه او الفروقات ما بينهم حتى. طيب لو انا جيت قلت له بدل البوزيشن فيكسد، لا انا هاجي اقول له البوزيشن ستيكي. يعني ايه البوزيشن ستيكي؟ ايه اللي هيحصل لو انا جيت عملت كده؟ بص كده هو عمل ايه اللي حصل فيه. هو اتعامل هنا معامله الاستاتيك عادي كانك ما عملتلوش اي حاجه. بس التركايه بتبدا لما اجي اقول له مثلا وليكن انا عايزك ستيكي بس بتبعد عن التوب بمقدار مثلا وليكن 10 بكسل، او خلينا مثلا توب زيرو. توب زيرو دي ايه معناها؟ توب زيرو معناها ان انا بقول له ان انت اول اول ما اوصل العنصر، يعني وانا بعمل سكرول كده، اول ما اوصل العنصر اللي محطوط له بوزيشن ستيكي، انا هوقفه بالنسبه للتوب بمقدار زيرو، هيقف مكانه. بص كده هيتعامل معامله الفيكسد بمعنى صح. تخيل كده، بص كروس انا بعمل سكرول اهو ماشي، هو ماشي شغال عادي بيتحرك. الفيكسد ما كانش بيتحرك من مكانه، ركز. الفيكسد ده بس اللي كان بيتحرك وده ثابت. لكن الستيكي هو ده هيتحرك معايا عادي، هيتحرك معايا عادي لحد ما اوصله. بص كده ايه المفروض اللي يحصل فيه؟ توب زيرو بوزيشن، المفروض ان ده يشتغل. طب تعالوا كده نديله او نخليها على البوكس على الديف مش على السبان. نيجي نقول له بوزيشن ستيكي توب
0 مثلا، والبادي بيكسل، نعمل سكرول بالظبط كده. طيب بص كده لما بعمل سكرول بينزل بينزل بينزل. بص اول ما جيت عند الاليمنت اللي معمول له بوزيشن ستيكي وقف، فضل ثابت مكانه ما بيتحركش، هو ستيكي معايا. اول ما وصلت له فضل ثابت مكانه. طب لما ارجع له تاني هيتحرك عادي. حد يعرف او فيكو يقدر يقول لي ايه الاستخدام الامثل للبوزيشن ستيكي، او اللي هو شافه في اي موقع قبل كده اللي يعرف يعمل رايز؟ حد يعرف استخدام كويس ليها؟ اتفضل يا باشمهندس اسراء. مش عارفة، بس أنا ممكن أهبد يعني إن هو ممكن يكون آخر نهاية صفحة مثلًا يُقف. انت خدت بالك من اول جمله انت قلتيها؟ انت قلت انا إنه هبد. انت قلتي اول حاجه نطقتيها، انت قلت انا مش عارف. طب لا بصي اقول لك حاجه. طيب اتفضل يا باشمهندس محمد جمال. هو اولا انا يا باشمهندس انا شفتها الصراحه في هيدر قبل كده، يعني لقيت الهيدر بيتحرك ما بيتحركش. الله ينور عليك. لا مش ما بتحركش بقى، لما بيبقى في عندك هيدر كده موجود عادي او منيو، تمام؟ مم. اول ما بتيجي تنزل معاك بتفضل، او بتيجي عند حد معين كده تروح واقفه وتعمل لك انيميشن كده، ويفضل الهيدر ثابت معاك وانت بتتحرك. بالظبط. بالظبط، اهي دي بقى بتبقى معموله بالبوزيشن ستيك. تمام. فالكونسبتس اللي احنا بناخدها هنا، علشان في ناس كتير بتقول يا جماعه الحاجات اللي احنا بناخدها هنا احنا ما بنشوفش زيها في المواقع، او لما بنيجي نشتغل في ارض الواقع مش ده اللي بنشوفه. لا هو ده اللي موجود، بس الفكره ان اللي بيشتغل ده عنده اكسبيرينس اعلى منك، فبيقدر يعمل كومباينيشن ما بين الحاجه وبعضها، بيقدر يجمع ما بين الخواص عشان يطلع حاجه جديده، حاجه خاصه بيه. يعني يقدر يعمل ده مع انيميشن ما اعرفش ايه، يروح مديك شكل او منظر كويس، فانت تقول هو المنظر ده مش موجود في السي اس اس، لكن هو معتمد على الاساسيات اللي موجوده في السي اس اس. واضح يا شباب؟ طيب لحد اللحظه دي يبقى احنا خلصنا البوزيشن كريكاب سريع. خلصنا البوزيشن اللي موجود بانواعه، خدنا مثال على كل واحد والفروقات ما بينهم، علشان خاطري راجع الفروقات ما بين الحاجات او الفاليوز بتاعت البروبرتي اللي هي البوزيشن، وشوف الفروقات ما بينهم وطبق بايدك مره واثنين وثلاثه علشان هتستخدمهم كتير. هتستخدمهم كتير وهيتعرضوا قدامك كتير. طيب ده بالنسبه للبوزيشن. خدنا البوكس موديل، عرفنا ازاي او ايه اللي بيمثله البوكس موديل. خدنا البوكس سايزنج وعملنا ريكاب عليها، وشفنا ايه الفروقات ما بين البوردر بوكس والديفولت فاليو بتاعته. خدنا البوردر بشكل عادي، وخدنا شورت هاند عليه، وخدنا الراديوس، واخدنا شورت هاند عليه. ده كريكاب سريع. ايه المطلوب منك؟ المطلوب منك كالآتي، انا هقوله كلام بس مش هكتبه كتكست. مطلوب منك حضرتك تعمل لي ناف بار ستيكي. يعني ايه ناف بار ستيكي؟ لو انا جيت رحت هنا بالمنظر ده، شايف الهيدر اللي فوق ده؟ ده هيدر عادي، في ناف بار عاديه، يعني لينكات عاديه. مش مهم عندي الشكل، ما تديش شكل ولا اي حاجه، عادي براحتك. مش عايز تدي شكل ما تديش شكل. بس ايه اللي يهمني؟ اللي يهمني ان انت تطبق اكتر من حاجه. اول حاجه هتعمل لي ناف بار تكون فيكسد. يعني ايه فيكسد؟ يعني ثابته مكانها، مهما انزل هي ثابته فوق، زي ده كده بالظبط، فوق كده ثابت ملوش دعوه. وهتعمل لي ناف بار ستيكي. ستيكي يعني هتبقى بعيده شويه، مثلا قول هنا كده مثلا في المستوى ده، واول ما انزل عليها كده تروح ثابته زي ده وتنزل. مش محتاج منك اكتر من كده في التاسك. طيب ايه البونص عندك علشان التاسك بتاعتك تبقى مظبوطه وكويسه؟ ان انت تظبطها لي الوان او اشكال شبه الدبليو 3 سكول كده بالظبط. مش محتاج الجزء اللي فوق ده، علشان انا مش بتكلم على الجزء اللي فوق، انا بتكلم على الناف بار اللي هي بالاسود والكلام جواها بالابيض اللي انت شايفها دي. لا اكتر ولا اقل، ولا اسهم ولا اي حاجه. الكلام اللي انت شايفه ده يعني ادي الوان للحاجه بتاعتك، مع الهوفر مثلا ادي لون مختلف. حط او حاول تجمع الخصائص او البروبرتيز اللي احنا اخدناها قبل كده وتضيفها على التاسك دي. في حد عنده اي اشكاليه في التاسك او مش فاهمها؟ لان انا بعد كده مش هكتب تاسكات، انا هقولها في خلال الفيديو عشان ما تتوهش من الناس. اللي حابب هيرجع للفيديو بعد كده. في حد مش فاهم التاسك؟ اديني كونفirmation او اي حاجه. طيب ده كده كلام عظيم. كده احنا عملنا ريكاب على المحاضرة دي. بعتذر ان بعد المحاضرة. إذنك يا هندسة، اتفضل يا باشمهندس فاروق.
انا حاطط لينك كده في مشروع، عايزك تبص عليه بصة كده معلش. عينيا حاضر، بعتهولي على الخاص. انا والله العظيم في ناس برضو يعني انا زمايلك. بعته بعد الميتنج، هو هتلاقيه تحت الميتنج على طول. عينيا من العندي قبل العندي، حاضر. تحت امرك معلش يا هندسة. يا باشا، تحت شكرا. امرك والله، تحت امرك. تسلم تسلم يا الله يعزك، هندسة. الله يعزك. اتفضل يا باشمهندس محمد جمال. هو هندسة دلوقتي أنا في الفيو بورت أنا ما قدرتش أكمل التاسك وكده، لأن أنا ما لقيتش الصراحة مصادر بالعربي بتشرح الكلام ده بشكل كامل، اللي هو الفيو دبليو أو الفي دبليو أو كده، ما لقيتش، فمش عارف مصدر معين يعني. مين اللي قال انك بتدور على مصادر بالعربي اصلا؟ او مين اللي قال انك تدور اصلا على مصادر بالعربي؟ ومين اللي قال انك مطلوب تكون فاهم الحاجه 100%؟ مم. مين اللي قال انك مطلوب منك تكون فاهم الحاجه يعني اول ما تبص على المقال بالانجلش لو انا ما فهمتوش خلاص قفلته؟ مين اللي قال حاجه زي كده؟ ملهاش اي تمام. علاقه. المطلوب منك الاحتكاك نفسه. مش مطلوب مم. منك النتيجه النهائيه. النتيجه النهائيه دي مش محتاجه منك دلوقتي. انت هتعمل بدل المشروع 30 مشروع. مم. انت فاهم قصدي؟ هتعمل بدل مم. المشروع 30 مشروع، والفيو بورت دي هتعرض قدامك مره واثنين وثلاثه وعشرة. الفكره مش هنا. الفكره في مقدرتك على الاحتكاك بالسوق، بانك ازاي تتعلم تبحث، ازاي لما الحاجه تعطل معاك تدور عليها، تمام. ازاي لما الحاجه تعطل معاك انا مش فاهم الكلمه، انا مش فاهم الجمله انجلش، بتعمل فيها ايه؟ بقى أكيد بترجم، طب لو ترجمتها وما فهمتش تعمل ايه؟ برجع أسرش عليها. ما سرشت وما فهمتش تعمل ايه؟ شوف انا دايس معاك فين، انا بحاول اجيب اخرك. تعمل ايه؟ ممكن أدخل مثلا في ماتيريال أو أسأل حد بقى في الآخر خالص. بالظبط. ما تعطلش. هو مم. الهدف عندي انك ما تعطلش، مم. تلم اكبر قدر من المعلومات تقدر عليه. انا مثلا قريت مقاله فهمت منها 5% بس، طب هبص على مقاله تانية تكون اسهل شويه يمكن اجمع فيها مثلا 2 كمان في المية. مم. كتر الاحتكاك ده هيعرض قدامك مصطلحات كتير، وهتفهم حاجات كتير، وهيجي قدامك في الطريق حاجات اكتر تتعلمها. مش الفيو بورت بس، لا، هتلاقي نفسك طلعت ب 30 40 معلومه زياده عن الفيو بورت. حقيقي. هو ده الفكره، هو ده اللي انا عايزه. انا بقى بقول لك ابحث عشان كده، انا ممكن اجي اقولها لك في الفيديو خلاص. تمام. هو ده اللي انا عايز اوصل له، مش النتيجه النهائيه. لو انت عملت كل ده وما وصلتش للنتيجه النهائيه، لا عادي، هنقعد انا وانت نشرح الفيو بورت، مالكش دعوه. بس اعمل اللي انا بس ادخل في المود نفسه، في انك ازاي تبحث وتدور وتطلع. لان انت لما تيجي تشتغل مش هتلاقي حد فوقك. مم. مش هتلاقي حد فوقك. في واحد صاحبنا هنا فاهم اللي انا بقوله كويس، عارف ان احنا متداس علينا جامد. منورنا الباشمهندس كريم عادل. لو حد عايز يتعلم الباك اند ولا حاجه، معاكم الباشمهندس كريم عادل. مساك وين منور. نور. ف زي ما قلت لكم، الفكره المطلوب منك بس البحث والتدوير. النتيجه ان هي لو ما وصلتش ليها لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بس الفكره عندك في السعي والاحتكاك، لا اكتر ولا اقل. تمام، شكرا خلاص يا لحضرتك. بطل، تحت امرك. تمام، شكرا. كده احنا خلصنا محاضره النهارده، وان شاء الله انتظرونا في محاضره بكره، تبقى اخر محاضره قبل العيد، قبل ما تاكلوا الكحك وتظبطوا نفسكم. كل سنه وانتم طيبين. اتفضل يا باشمهندس محمد فضل، انا كده خلصت السيشن. لو حد حابب يخرج يتفضل، لو حد حابب يسال حاجه انا معاك.